اخيرا جبت لكم اسرار بيتزا تشيكن رانش في البيت اللي بتعجبنا جدا من بره. هنعملها وبطريقه اقتصاديه جدا ومش هتكلفنا ربع تمن اللي بره، وكمان هنعمل صوص الرانش في البيت، حاجه كده في منتهى الجمال. وبرضه هنعمله بطريقه اقتصاديه جدا، وهنستبدل فيه الحاجات اللي هي ممكن تكون غاليه ومش موجوده. يلا بينا نشوف اتعملت ازاي. اول حاجة هنزل بكوباية من المية الدافية وعليهم معلقة كبيرة من الخميرة، وعليهم كمان معلقتين كبار من السكر، يكون سكر عادي خالص. هقلبهم كده مع بعض زي ما انتم شايفين. هنزل معايا هنا بربع كوباية من الزيت، زيت يا جماعة مش اي حاجة تانية. هبتدي بقى انزل بكيلو من الدقيق. هي دي كده عجينة البيتزا الأصلية. لو عايزة تزودي كوباية من الزبادي مفيش مشكلة، هتخلي العجينة طرية اكتر معانا، مفيش مشكلة خالص. انا نسيت هنا رشة الملح، نزلتها في العجان وبدأت اعجن على تاني سرعة لحد لما العجينة لمت معايا كده وبقتش تلزق وبقت عجينة متماسكة زي ما انتم شايفين. هسيبها تخمر حوالي ساعة او ساعة ونص، لكن في الحر ده هسيبها حوالي ساعة بس. في الوقت ده هبتدي اجهز حشوة الفراخ اللي معانا. انا جبت صدر من الفراخ كده او نص كيلو من الفراخ، وهبتدي اقطعها مكعبات صغيرة زي ما انتم شايفين. ممكن تقطعيها شرايح، لكن الوصفة الاصلية بتتعمل بمكعبات من الفراخ بس كده. ومش هحط اي حاجة خالص، وهسيبها تتشوح منها فيها كده لحد لما تشرب المية بتاعتها وتبتدي تدخل في السوا. هنزل عليها بالتوابل اللي معانا، واللي هي ملح وفلفل ومعلقة كبيرة من بهارات الفراخ المشوية وكزبرة ناشفة بس كده، لحد لما تشرب كل المية وتتشوح كويس قوي وتاخد اللون اللي قدامكم ده. وبكده الفراخ بتاعتنا بتكون جاهزة. هسيبها على جنب بقى وهبتدي اعمل صوص رانش. معايا كوباية من المايونيز، هنزل عليه بكوباية من الزبادي، لكن انا مستخدمة زبادي عادي، لكن الاصل في وصفة الرانش صوص الزبادي اليوناني عشان بيكون اتقل شوية من الزبادي العادي، لكن احنا قلنا هنعمله بطريقة اقتصادية وحاجات متوفرة في البيت. هنزل عليه بمعلقة صغيرة من الملح والفلفل، وكمان توم باودر وبصل باودر، والمفروض كمان انزل عليه بمعلقة صغيرة من الشبت المجفف، لكن انا ما كانش متوفر عندي فاكتفيت بالمقادير دي. هدخله بقى التلاجة وبرده هو كده جاهز معانا، ونشوف العجينة بتاعتنا وصلت لحد فين. العجينة بتاعتي بقى اختمرت كده، قعدت حوالي ساعة وخمرت زي ما انتم شايفين كده. رشيت رشة دقيق كده خفيفة على الرخامة، وهبتدي انزل العجينة علشان اعرف اتعامل معاها. زي ما انتم شايفين كده هلم العجينة وهبتدي اعملها بشكل اسطواني، وهبتدي اقطعها كده على 5 قطع. انا معايا كيلو الدقيق، اعمل لي حوالي 5 وحدات حلوين. زي ما انتم شايفين كده هعملهم كرات وهسيبهم يرتاحوا حوالي 10 دقايق، مش اكتر من كده. احنا مش سايبينهم يخمروا، احنا سايبينهم بس يرتاحوا. هجيب بقى بعد 10 دقايق كرة كرة كده وابتدي اشتغل فيها. انا هنا حطيتها على ورق من الزبدة وكمان رشة من الدقيق، وهبتدي كده افردها واديها الشكل الدائري طبعا اللي كلنا عارفينه. فحاول بقدر الامكان كده اديها شكل الدايرة، تكون دايرة كده ايه مظبوطة زي ما انتم شايفين كده. وبالراحه خالص. عندكم بقى صينيه مدوره ممكن تحطيها في الصينيه المدوره، لكن انا حبيت اعملها من غير صينيه علشان اللي مش عنده صينيه مدوره يعرف يعملها بكل سهوله. انا هنا ابتديت بقى ابرم الاطراف بتاعتها كده علشان تدينا نفس الشكل اللي احنا بنجيبه من بره. بنفس الطريقة دي هبتدي بقى اي دقيق انزله كده بالفرشة. هظبط الجوانب الاول، وهاي دقيق كده معانا على الاطراف. هبتدي انزله كده بالفرشة، وهنقل البيتزا بتاعتي على الصينية بتاعتي اللي هدخلها الفرن. وهبتدي انزل بمعلقتين كبار من صوص الرانش كده زي ما انتم شايفين على البيتزا بدل الصوص الاحمر اللي احنا متعودين عليه. وهننزل بقطع من الفراخ زي ما انتم شايفين كده. شايفين احنا مش بنكتر الحشو بتاع البيتزا. كده الكمية بتاعتي مظبوطة. انا قطعت هنا مكعبات من الطماطم ومكعبات من الفلفل. حابة تحطي سبايسي تمام. انا قطعت مكعبات من الفلفل العادي. هبتدي احط برضو مش كتير، هنزل مكعبات الفلفل والطماطم زي ما انتم شايفين كده. وبعد كده هنزل بالجبنه الموتزاريلا اللي معانا، والكميه طبعا زي ما انتي عايزه. انا حطيت كده وغطيت الوش كله. هتنزلي عليها بعد كده بالهالوبينو، بشرايح الفلفل الهالوبينو اللي احنا متعودين عليها، بس انا برضو ما بحبش البيتزا غير بالزيتون، فدي اضافه من عندي. لازم احط شرايح زيتون في الاخر. في الوقت ده اكون مشغله الفرن على اعلى درجه حراره اللي هي 200. هدخل البيتزا بتاعتي على اعلى درجه حراره، هتقعد حوالي تلت ساعه. وبعد تلت ساعة هتطلع بالشكل القمر اللي انتوا شايفينه ده. بس حاولي ما تحمريش الوش اكتر من كده، لان هو احمر مني زيادة حاجة بسيطة، لكن بجد كانت تحفة جدا. هبتدي انزل عليه كده بقى بالرانش صوص بتاعنا.
زي ما انتم شايفين كده، وطبعًا الكمية اللي انتِ عايزاها، بس أنا باحبها بقى زيادة شوية لإن بجد طعمها لا يقاوم. بعد كده زي ما انتم شايفين هنقدّم البيتزا بتاعتنا، عايزة أقول لِك أحسن بكتير من برّه، عايزة أقول لِك كمان قد إيه الريحة بجد حلوة جدًا، نِفسي بجد تجربوها هتعرفوا قد إيه كنا غلطانين لمّا بنشتري لأولادنا الحاجات دي من برّه. يا ريت بقى لو وصلتِ لحد هنا ما تنسيش الاشتراك في القناة واللايك والشير.